محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسمع له. نعم اسمع له. اسمع له. نعم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله بعنوان الكتاب بعنوان صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يشرح الكتاب الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، ونحن باللغة أبزز لنايو كمجتمع الجالية الإريترية نمهارو زلنا تمرتي إن شاء الله لما عالتي وين تز قارتنايو نقتصل. إذا كتاب زي أهمية ناتو خمس كل جزء خجمر كل خوز قلتو هذا الصلاة أهم شيء يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى زحتو نبارياناتو صلاة. إذا صلاة زي انت دعا سليحو ويكا ملوء كامل كينو الله سبحانه وتعالى تزحاتي زترف ويكاتي كاو زقتصل كله انت يخون سهل والله سبحانه وتعالى يقبله. بعد توحيد مالتيو بعد شرك والسبك بشرك ناس عم زخون إذا صلاة زي أهمية ناتو ركن الثاني في الإسلام إلنا كم ذكرنا يوم. سلازي أهم شيء يخوننا أركان ناتو واجبات ناتو سنن ناتو كن مهار. ولهذا إذا كتاب زي صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله شيخ محمد صالح العثيمين كم زخلنا نفلتم غني عن تعريف الشيخ رحمه الله بفهمناتهم وبتسيناتهم زنبري علمي بحر زخوني. إذا كتاب زي بسهل زخوني كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زقلتو تمرتي ومالتيو. إذا كتاب زي كما جمريا إلنا جميرنا حجي بتحنا وزلنا أب ركوع إلنا نيرنا ركوعنا تو خمي كم زخون بزحالة في تماهيرنا نيرنا كلمي أو متهاوي انتاي كبر اللي فتو. إذا سبب زمت سرحو قديفو جيزة جيرو مسافة قطعوا سواء كان ركبة في السيارة أو مشي. إذا كل زي كابتي أبتي جزو خينو لومي خمسون فلتو علم سهل زخونه له جيزة زبط احنا له واتساب كخفيتك فيسبوك كخفيتك ترخبوا له علم جيزة يخينو زلو. ولكن تسب كابجوزو واتيو نعلمي له كمتسون كله نمسجد ويكافت علم زركب بوتا كمتسو كله كمتي أبجوزو خينو واتساب خفيتو فيسبوك خفيتو زعلمو حدا يكونني. ولكن كلت يوم خير اللهم إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى وعد الله حسنى فمزبوا لهم الله سبحانه وتعالى كلت يوم أبجزا خن كام علم وسائل تيب يكون ريكورد يكون سمعوا يكون وكل وسائل نرخبو زلنا. هذا فضل الله سبحانه وتعالى.
ولكن انت يقبل دليل لكم اتسب خرج من بيته لطلبة العلم، هذا جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى أعظم من الذي يشاهد في بيته أو في معمله. لا شك كلت يوم خير اللوم، ولكن اتي زمت اتي المسجد له وكان علمي له كابجوز زوته هو في سبيل الله، في سبيل الله. عمن قدنا يا ربي يزلو نربي له نعلم خبرتي سمعي له كابجوز زوته كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ايش؟ في سبيل الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله سبحانه وتعالى صبوغ زدليلو خير زدليلو أمن قدو قد حزو زدليه نعود راح يزوفقو دين يفتوه، دين مهرو، فقه قبرلو، مهار يتبابعو، دس يبلو يفوتوه. ولذلك الله سبحانه وتعالى من دعاء إنه قبرو انتاي: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا الإيمان. الإيمان هو إيش؟ أولا العلم ثم الإيمان ثم العمل. سلازي ودسب مجمر ياخو قبرو زلوو نقر انتايو فلتاتيو، كما ذكر شيخ الإمام البخاري في كتابه: بوب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. قدم مقبارنا قدمي حاجة نقر أكشن مقبارك أنت كتقبرو لك كتفلت لك. سلازي سبزي زوات نتمرتيلو نمزجيدو ويكا نافت علم زركبو كمتي حدا بجزو خينو ويكا أني أبجزو خفيلو دعلمو أي كونني جن إن شاء الله انتايو كله الله سبحانه وتعالى أجري خطولي كلت يوم بخير يوم. I don't mean يعني جاي تردوني واتساب يرنا هنعلم، فيسبوك نعلم، هذا من فضل الله. الله سبحانه وتعالى مين سجير لنا كنت قملو كنعلم له، هذا ما شاء الله يعني فيه فائدة كثير. ولكن كم تحدي كم زبزل لكم سرحكم قديفكم دقكم قديفكم ماكينكم ما تسيكم نعلم لكم كتموتون كلكم كم تما بجزء زلوا خفيلهم أيتخونونهم، لأنه حدث جزء جزء هو يعني جزء نبرة الله سبحانه وتعالى من قد خهب كله. هذا إيش؟ فضل الله، فضل عزيمي، فضل عزيمي، ولكن كلتيو أبخير. نعم. سلازي أبركو انتايت الذكر زقبرو سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أبركو مسوردنا ركوع مزقبرنا سبحان ربي العظيم نبل، سبحان ربي العظيم نبل. وقوله سبحان ربي العظيم، سبحان اسم مصدر منسوب على المفعولية المطلقة دائما محذوف العمل دائما أيضا، ومعنى التسبيح التنزيه. والذي ينزه الله عنه أمران: أحدهما مطلق النقص، والثاني النقص في كماله، وثالث وقد يكون من الثاني مشابه المخلوقين. فهذه ثلاثة أشياء ينزه الله عنها. نتأ مقبار مالتي، نتأ مقبار سبحان ربي العظيم. سبحان كاب قدلت كاب من مسسال نتأ تقبرو الله سبحانه وتعالى كاب ناتو صفة كاب ذاته كاب مشابهة. سبحان ربي العظيم. نعوز مثل يلن نقولت أنا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. الله سبحانه وتعالى ولا كنحسب انت قالنا ولا بحنقولنا كنمصون انت داخلنا، يعني لا نستطيع. الله سبحانه وتعالى آيات الكرسي انتايزبل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله سبحانه وتعالى بتزليو كنفلطو ذهبنا من قد انت زي كوينو كنفلطو ينخلينينا. مثال ذلك قرآن سنة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفه الله سبحانه وتعالى عن نفسه إلا أراده الله سبحانه وتعالى أن نعلمه. ولذلك ضروري أن تعلم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. نعم.
صفات رب سبحانه وتعالى ذاتنا رب سبحانه وتعالى صح عن رسول صلى الله عليه وسلم زمتنا على فهم السلف كنفلطو هذا انتاي واجب من العلم لذا حدا قافتي سبحان ربي العظيم فينزه عز وجل من الجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك إذي قدلت زخوني أبدك سبات مثلا دخمت دقاس موت حمام إذا كل ذي أبانا إزالله أبو الدساب إزالله ولكن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأشياء عن الضعف عن المرض عن الحياة حياتنا تنتهي الله سبحانه وتعالى حياة الأبدي ولكن الودساب انتهي ينبر يموت وتعنا يركب يحمم وكذلك تفلتتناتو محدود حدا سب انتهي بلكا مو ربي زي رأخوه كم يجرخ أمني خير ويكا انتهي يمثل إذا عينة الزربات إذا عينة الزتياقات اتي نود السب التحساسبا ويكا تحنقول ناتنا محدود مخانو كرمن السوء مفتاشنا كرمن السوء محتاتنا نايزات الله سبحانه وتعالى كنفلت نحتت ولكن العجز الإنسان حتى اتي أب نفسنا زلو أوشتي أكلاتنا زلو اتي السيستم كم يجيرو خمز خيد ناي دم سراورنا يكون ناي دايجيشن سيستم يكون حتى أوشتي أبانا نقوله كنفلتو ينخلينا علمناتنا انتايو محدودي بدحرز مع عزي انتهى له انت تبلوكم من البات زراعيكم اللي سلي زغيل انبر تعاطين كله بدحرز مع عزي انتهى له اتناتنا نذر وإدناتنا علم انتايو محدودي سلازي الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته كابتي نحنا نحسبه ويكا كابتي نحنا نبلون لعلي ولكن قرآن سنن زمت عنا ني رب سبحانه وتعالى تزدلي يكون فلطو تراحيو يعني عزيزنا فينزه عز وجل سبحان ربي العظيم كتب لنا كلقا قافتناتنا دخمتات كله نتازو كنا قويتا سلازي موت نعو زي اي ملكتوني الله سبحانه وتعالى حي لا يموت والدسبقن يموتون لك سبات الانس والجن يموتون والعجز دخمت كذلك المرض والضعف إذا كل زي انتين قبرو الله سبحانه وتعالى نتسع مخانو سلازي سبحان ربي العظيم كنبل نكلنا إذن نقبر لنا مالتي والثاني فينزع عن التعب فيما يفعله كما يقول في قوله تعالى أبتي تكباراتو كأني كابتي دخمت نتسع مخانو الله سبحانه وتعالى ننزه الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب إذا شدش معالتي سمايات يكون مريت يكون زفت أري الله سبحانه وتعالى إذا عبيز غنى فترة كتريو زقرم يعني سبحان الله ولا بزخبابي قيد حدا مسح حد كتزارب كلها كيدس كبز ماونتن رينير ويكا أبز عبيتي قوبوتات المخيط اكس دحري خايوتو قوبوسي في عزم أنا يربي دعا يعني تشعر من يخلي قوزي إذي أب عيننا نريه فما بالك السماوات سبع مسافة كاب حدا سماين مسافة 500 عام وأبو زلوخني انتهي مسلوك الملائكة انتهي حجم مناتهم كما ذكر في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل في خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه مرتين النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل سي الله سبحانه وتعالى كم تيزو خلق وكم زفت أورسي قلت كي زيت رح يرأيهم لهم حدا جيزي زرع ومسي سيدنا جبريل كما تكون كله لهم النبي عليه الصلاة والسلام اتي جنحناتهم اتي من قفقفناتهم سي حدا نايمان نايت أقام سي ما بين المشرق والمغرب كلته له 600 جناح شديش تميتي كم الله وميلهم سيدنا جبريل ومع ذلك عند الله سبحانه وتعالى إيش كأنه عصفور يعني نيشتي مخلوق فعظمة الله سبحانه وتعالى نزز هنا قويتا كئلة قدرانات عبية سي يعني لا تتخيله العقول ولا تدركه إيش
مسافة حنت تركبوا ذي خيل إزي معلومة زي ولقد خلقنا السماوات إزي عبيز إخوانا السماء إزي زع كل مخلوقات الأرض كن خلقه كلنا ويكا إزي جمع خزارب كل الله سبحانه وتعالى إيش نخبرت لنفسه الله سبحانه وتعالى جمع يقبر القرآن لذي خلقه كله يبل الله سبحانه وتعالى سي وما مسنا من لغوب ولهذا دلوا اليهود يهود انتهي لهم قدام عرفتي لهم عين سرحنين لهم نمنتاي الله سبحانه وتعالى سي سماين مريتن مس خلق سي أقدام انتهي جيرو دخي معرفو ونعوذ بالله الله سبحانه وتعالى لا يتعب من خلق الله سبحانه وتعالى نزيه ايش من التعب إذا كله زي مخلوقات خلقن كله انتايو دخام انتاي قبروني ناو اي ملكتوني ويكا ايدك مني في القدرة والخلق لا شك انها كمال لكن قد يعتريها النقص بالنسبة للمخلوق قد يصنع بابا قد يصنع قدرا قد يبني بناء ولكن مع التعب والإعياء فيكون هذا نقص في الكمال حدث ممكن قد أخسر يقل ممكن مع صبغ يرخصر حي يقل ولكن صبغ يرم الصراحة عنده بزدي انتايو خدك كمية اتدخامنا انتاي نقصي ولكن الله سبحانه وتعالى سبحان ربي العظيم عظمة الله سبحانه وتعالى كابزو كل زي مس خلقه كابزو كل زي عبي نجر مس جبره مس خلقه دخام تبهال أب نفسه انتاي جبرن أيت قربوني ويك الله سبحانه وتعالى قاب دخام نتاي سلذي سبحان ربي العظيم وأما الثالث مشابهة للمخلوقين فإن مشابهة المخلوقين نقص لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقص الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء نود السبع يمثلني ويكعبتناتنا نقبره مشابه بلون الله سبحانه وتعالى انت دا ربي مس ود السبع مساسلنا يو نقصاني ويكعقدلتي كما تقول العرب إذا قيل عن السيف أمدى من العصا السيف سي وجاء سيفي سي كبتري تحيل ويكعبتري تبلح انت دا ايلو سي كاسيف مس من تاي ودادر له مس بتري اصله كند سيف ايتمصنيا سلازي نقصان ناي متى يخونالو نايتي اسيف سلازي الله سبحانه وتعالى كابزي منزه زخونه ويتانا جل جلاله اذا انتايو زي يعني حدث تي عظمه الله سبحانه وتعالى تي قدره الله سبحانه وتعالى مزفلت انتاي يحضروا قبلبو خشيه يحضروا نمني تعبر زلخا تفلط نمني ركوع تقبر زلخا تفلط نود سب ركوع اي قبؤني خمس بلنا زحلفه نمني زقبؤ نتي زيدكم نتي خالق زخونه قادر زخونه زفترنا قويتا سماي زفتر مريض زفتر نعو يركوع زقبؤ انبر نود سب وركوع اي قبؤني ربي العظيم في ذاته وصفاته فإنه سبحانه وتعالى في ذاته أعظم من كل شيء كاب كل زعابه كاب كل زخبر قويتا جل جلاله يوم يقول الله عز وجل إذا آية زخت قرآن قلقها بمعنى عند حرفيتنا يوسي يعني تشتقر في الجلود تي تاي معنى عند حرفيتك يو انتهي بكا مقارته بكا تقرآن شو انتهي قبر لك تأثيري قبر لك يقول الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم القيامة نزي نريئو زلنا سمايات نزي مريت عبيتو قذفتو نطوي كطي السجل للكتب حدث حنت دبداب بخت صحف ويكا كم دراسين تداخن كا بزح درسات تداخل صحف كنكا حدا حسب مصحفك حسب ناتك مش تسألها انت تقبرها ورقه يعني تقلل ابيلكا يعني تشبط يا ابيلكا تدربيها الله سبحانه وتعالى يوم القيامه نزل سمايت نزل مريتن سي كم يجري فوق معالتي
كم زي قلال يعني كم زي ورقة بيت كذا لا نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله سبحانه وتعالى محارق ندي مالتيو إتي عزمناتو إتي عبيتناتو سلازي تينك ناو دحر سماين مريتين كم زي عينة أكشن كجبر دخيل قويت عن تراخو ينسي ذات ناتو دا مقمئي لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم قال عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأما عدم صفاته فلا تسأل عنها ما من صفة من صفاته إلا وهي عظمى كما قال الله تعالى وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن أنت تنزه الله سبحانه وتعالى وتصفه بعد تنزيهه بأمرين كاملين وهما الربوبية والعظمة فيجتمع من هذا الذكر التنزيه والتعظيم. أب سبحان ربي العظيم خون كله كلتا نجارات نجبر لنا حالة تعظيم الفعلي والتعظيم القولي. سبحان ربي العظيم كنبلن كلنا نخبروا لنا زقوي تازي زقبوء خبرت زقبوء كبرت عظمة لله سبحانه وتعالى. وكذلك اتو الركوع كنقبرن كلنا خاني انتاي تاكشن سلازي زركوع زي انتاي تقال لي كلتا نقرت تقال لي حاله تعظيم القولي وخلا انتاي تعظيم ايش فعلي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه رب. حجي أبركع كلها قرآن مقرأ لا يجوز بل يحرم حرام. حجي أنا خزاربي قرب وطك بلي كبز موضوعناتنا قرآن انتايو كلام الله بل قرآن أفضل في كلام الله وحي من الله سبحانه وتعالى أفضل الذكر على الإطلاق. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حدا سب ألف لام ميم الزبلسي حدا حرف يكونن حرف ب10 أجر اللواء. حدا سب ألف لام ميم الزبل كندي أجر اللواء 3 ألف نبين 10 لام نبين 10 ميم نبين 10 3 ألف لام ميم. ولكن أبركع تقرأ أي فكر الكان لأن الركوع تعظيم تعظم الله سبحانه وتعالى. والعبادة توقيفيا عبادة تكبر رحمك الله تكبر مستبهلكا ويكاني جبر مستبهلكا خاتقبر انبر على كيفك يكون. دين لا يؤخذ على الهوى زي كيف لا تاقم زي نقبر راقم زي بالله هذا لا يجوز. زي دين زي عبادة فتقبر انت داخونك. ولهذا اسمع هذا الحديث لأني نهيت أن أقرأ القرآن وأني راكعا النبي عليه الصلاة والسلام أو ساجدا. القرآن أبركع أبسجد حرام. القرآن ده أمو أجر اللوندو كم سمعنا حج قدمي قالت حديث في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام بل حانتي حرف 10 اللو سلازي أبركع كل قصي أكندي سبحان ربي العظيم زبلسي قرآن تقرأ أخون من تايسي 3 أجر اللو. هل يقبل؟ لا يقبل. ولهذا الدين العبادة هو إيش زي بوينت زي بتعمي أهمية. ولهذا كل سب أبانا يكون أبعدنا يكون أب مجتمعاتنا بزوح جيجات أتونا أبزيانة بزياء كاب كوفي لنا سب مسموتي قرآن نقرأ له ياسين كوفي لنا انتقرأ أنا دحانيو اتحطو زمت انتايو. هل نبي عليه الصلاة والسلام غيرهم اليوم لك كم زي حجي أبركع قرآن
ክትقرእ ዘይተፈቀደልና ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سبك موتون كله أبجيزهم سمويتيو صحابة مويتهم يوم هل النبي عليه الصلاة والسلام كوفي لوم كم زعينة أكشن نحنا زجبرنا يو غيرهم اليوم الجواب بلا شك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فعله إيش فعله بدع انت تقبرو النبي عليه الصلاة والسلام زي قبروه سخاخ تقبرون كلها انت يخون له بدعة أبز انتايو حنقولنا نسأل نكبره كل جزء أب سنن أب قرآن انتدأ مسئنا كنقبل كنقل لنا ليس تشدد بالمذهب ولا تشدد بالآباء ولا تشدد بالوطن وما أشبه ذلك هذا سب انتايو زعقتو كاب حكي مقبل وهيرأكون أبوتاتنا سلازقبروا قبرأي أبوي كوي رأخون كم زعينة السجاجد أخسجد ما أنا خايس سجدني أنا مذهبنا كو أزيو لذي يتعلمي مسجد الله ما صح قول الله وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مع فهم سلفنا الصالح ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أبزرك عزي انتايو يحرم أن يقرأ القرآن وهذا مقام إيش مقام التعظيم مقام التعظيم سبحان ربي العظيم نعم مقام التعظيم غير مقام الذل المعظم ولما كان القرآن أشرف الذكر لم يناسب أن يقرأ الإنسان وهو في هذه الانحناء والخضوع أفضل الذكر كلام الله سلزخوني قرآن سلزخوني إذا بوتازي ما يناسب أبركوع انتايو ناي تزليلي ناي كبرتي وسجود كأنتايو قوموا خاء تي انتايو أب يعني تواضعي يعني تجنبارنا تكاتفوت و تتخبر له ويكاتي كرأيلك دزد بللك كا ناب رب سبحانه وتعالى سجود كتقبرون كلها اتزول نعاخايو ولكن مقام انتايو عباداي مقام عباداي ولذلك لا يجوز ايش أن تقرأ القرآن لقوله النبي صلى الله عليه وسلم قوله يقول سبحان ربي العظيم لم يذكر المؤلف كما يقول ذلك ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذكر واجبات الصلاة أن الواجب مرة وما زاد فهو سنة سبحان ربي العظيم كنبل حنتي انت واجبة كاو زيادة سلستخ نبل ويكا زيادة سنة سلزي حنتخ نبل انت واجبة سبحان ربي العظيم كتب أقل شيء واجب كتم تعلق سبحان ربي العظيم درس أسب انتهي وجبه سجود السهو سجود السهو سجود السهو إن شاء الله نبينه ملو محاضرة غيرنا كنا مهروينا نمتاي كومبليكيتد زخانة بزحسب حتى زلوا بسجود السهو ولكن واجب انتحدار السعنا انتهي نقبر سجود السهو نمتس لازم حنت كتب له انت واجبي نقدر كتم تعلق أنلس بحر الإمام بحر الخاتم بحر الإمام بحر سلكة أيوة ورسعكات نعم نعم إمام يتحمل إمام يتحمل عن النقائص أب أنت دا مأموم لك أنت دا مأموم لك مثلا نقول بني عسكر بعد رك عن نسيها أبن بر رابعيتي ونكرر راسي تركي كايو مدحرين في عبد نعم هيجزي أو خمس بالكو نايسوج السهو نبينو درس هاد ليناي ولكن نجا حتوها مثلا حدث تأخير مسيو أب عصري كل ترك عركبو أبتين كل ترك نايبينو تنز حالفو كقرين كله أبقى واجب مزرسع يأتي بسجود السهو لأنه خارج عن الإمام الآن قاب إمام وزي زلو سلازي دحريو زمصو نقصان انتايو سجود السهو كمصالو سجود السهو دونغي سلازي مثلا ناتو نيتي امام يحملين عليه هو تي امام اوريدي ابون كله جن مس امام كله انت دا رسيعو واجبات من الصلاه الامام يتحمل عنه الامام يتحمل عنه ولكن اذا كان المنفرد او جاء متاخرا إذا نسي واجبا إيش أن يأتي بسجود السهو نعم
والظاهر نعم أنه لا يزيد عليها شيئا، فلا يقول وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين قول سبحان ربي العظيم طرحين في صحيحين أب سجود سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى بدون زيادة وبحمده، بدون زيادة وبحمده. ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الزيادة وبحمده. سبحان ربي العظيم طرح انت دائلك هذا وارد، بل في صحيحين جمهور العلماء على ذلك، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. ولكن سبحان ربي العظيم وبحمده ما فيها شيء، لأنه صح كما ذكر شيخنا شيخ نصر الدين الألباني رحمه الله، صحح هذه الزيادة وبحمده. فهمنا؟ وبحمده تبل قال زيادة ثابت عن في صحيحين سبحان ربي العظيم أب ركوعي سبحان ربي الأعلى أب سجودي بدون الزيادة وبحمده. ولكن وبحمده أحيانا انتدى أمتنا لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في أبي داود إذا حضر لي الذهني الشيخ الألباني رحمه الله صح هذه الزيادة. سلازي سبحان ربي العظيم هزنتايو واردي، وكذلك سبحان ربي العظيم وبحمده انتدى لنا ما فيها شيء إن شاء الله. أبركوع كلنا كالي زيادة دخونو ذكرتات كنقبر انتايو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثل ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اختبل، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان عائشة رضي الله عنها كان يكسر النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده، لكن السنة قول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله. وكذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أيضا الذكر من أذكار إيش؟ من أذكار الركوع، وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا يقول هذا الزيادة الأخيرة دائما نعم. فإذا أذكار ذي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أبقيام الليل كون كله بينها تسجد كلها، وأفضل انتين تقبروا سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى آخره. إذا كل ذي ذكر مسجد له انتهى نقبره وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سبحان ربي العظيم طرح الكاغا انت تمليسكا ايش يجزي ما فيها شيء. ثم يرفع رأسه، مراد يرفع رأسه وظهره لأن المؤلف قال ثم يركع، والركوع وانحناء نعم. الرفع من الركوع ركن ولا بد منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائما. سلازي أبركوع علنا كابركوع انتي كنملس، كابركوع كنملس، كابركوع كنملس هذا ايش؟ ركني، والاطمئنان برضو ركني. سلازي مستملسنا كاب منتين كاب ركوع نقيام انتاي اللينا الاطمئنان اللينا بزو حسب أبزياء انتاي يقبر يدناقر ويكا قدلت يمتسا، لأنه قيام مستملسنا انتاي اين هبان اطمئنان اين هبان قلتفنا نام من ورد ناب سجود نخيل. ولكن الصحيح ايش؟ تملس انتاي تبل تأذكار كنريينا. والرفع هنا سنة ثبت في حديث ابن عمر نعم. ثم رفع حتى تطمئن قائما. وأما الرفع اليدين فإنه سنة. ده حراي كنملس نكلنا نركوع انتي نقبر إذنا اجين انتي نقبر حاف نبلو إذنا رفع اليدين. رفع اليدين حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عمر كان يرفع يده في ايش؟ 4 مواقع في الصلاة.
إذا أخن حمزة لنا وكذلك أبتي صلاتنا كل جيزة كنجبر لنا حنتي إيدهم حافظ بلو نبورو النبي عليه الصلاة والسلام أمنتها بتكبيرة الإحرام ولكن السنة بتكبيرة الإحرام ثم كان يرفع يده في عند إيش عند ذهاب إلى الركوع ثم الرفع من الركوع ثم إيش بعد تشهد الأول للقيام ما خدقمني مجمريا بتكبيرة الإحرام النبي عليه الصلاة والسلام كلته حالي تسقاب تحتي إذنهم كمزي ويكا أمون كوبوم كلته زي انتايو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام حادي أبتي تحت إذنها تسيناتك أصابع تقبرو كالاي كأني حادي بزي منكبكا كتقبرو حادي أبتي منكبكا كتقبرو سلازي كلتيو انتايو واردي سلازي أب تكبيرة الإحرام نقبرو دحراي نركوع كيدن كلنا نقبرو سالسال كاب ركوع ملسن كلنا نقبرو ربعي انتدأ 4 نسجد كينا ويكا مغرب 3 انتدأ خوينا اتي تشهد الأول مسودعنا نقيام ملسن كلنا انتي نقبر إذنا حاف نبل ورفع هنا سنة ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده إذا كبر لركوع وإذا رفع من الركوع الحديث قائلا إمامه المنفرد سمع الله لمن حمد قوله قائلا حال من فاعل يرفع إذن فيكون القول في حال الرفع يكون هذا ذكر سمع الله لمن حمد سمع الله لمن حمد إذي إمام منفردا تكون كلها سمع الله لمن حمد تبل مالك من مأموم مستقون أي تبلنها ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد فنرينا زي 4 زي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم سمع الله لمن حمده معاسنا نبل كنملسن كلنا أمونغو قد محجز بالنايو أمونغو ركن أمونغو تخالاي ركن حدا ركن انتاي نيرو ركوع نيرو تخالاي ركن انتايو قيامي أمونغو زيدلو انتاي كتبلو سمع الله لمن حمده ناي جدن زبل نجار يلن قد محجي تمهيرنا ينا الباب واسع مجمر يكتب له أمونغو اكتب له وقع يعني أحرص أمونغو اكتب له سمع الله لمن حمده سمع بمعنى يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله سمع بمعنى أجاب رب سبحانه وتعالى نتي زحمدو نتي دعاء زغبرلو انتاي زسمع ويتا ويكا أجاب سمعوا زملس السماع والإجاب يختلف مسمعا دعاء مقبال يختلف الله سبحانه وتعالى يسمع كل الأصوات مع مختلف اللغات يسمعهم ولكن من يستجيب لهم الدعاء هو إيش الفرق يعني نبينهم سلازي سمع الله سمع بمعنى استجاب لمن دعاه سبحانه وتعالى سلازي نزي سمع الله نبلن كلنا يقول شيخ ابن عثيمين أي بمعنى استجاب لأن السماع مجرد إيش سماع انتايو لا يستفيد من الحامد إنما يستفيد بالاستجابة استجابة بمعنى رب سبحانه وتعالى نأمننا مس دعاء مس جبرنا له مس لمنا يو انتاي كم رسب عنا كم ذهبنا أبزي قيام زي كال ذكر الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يعني
لك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هنا مسألة الركوع انتهى أربعة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم يجرنا ربنا ولك الحمد نبل ويكا ربنا لك الحمد. أربعة زوارد حادة سمع الله لمن حمده يفقدنا نبل ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. أربعة صيغة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كده ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. كل جزء علماء انتهى يبلو مثلا أنا زعب كلها زتمهر كلها كابزين أربعة حنتيا معظم سبز قبرة ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد يا ماجوريتي فلتا كل سبز فلتاي. مثلا أنا دا سقتكم كلكم تقاي هذا ما شاء الله كابين العلي فلت سمع الله لمن حمده مسبله اللهم ربنا ولك الحمد بله. هنا كل جزء انتاي لابو أنا وعلماء انتاي بلو التأني هجي أي تتهوى إذا تقاي زولو سب زي فلت أجيرو كابي بجا خمسيوا كابي انتاي يلقى حجي مس نفسك تزاربها زولو يعني حقي سخا تتفلت أطرح خلاص تكون عالم بنفسك. سخا خالي علم زولو هنا يسمع كاني نمنتاي بايخ عبيخا بايخا تماهيركا بايخا تبلا. سلازي تيخا تراخا زولو وتفعلنا عبادة مزقبر لا يضايقك لا تضايق تزقبر زولو حتى ايش تتثبت قبر حجي. كل جزء عبادة نقبر نكلنا هذا اختلف على عبادة تدارينا أين التهوى نجاج المقبار أين التهوى نصلي أين التهوى كابي متي بجها كابي يتقبر هذا اللوزي أبجها كابي دي خمو خماني متي كابي تعلموا ذولو يمش نعم انت يا مزيوم حدش علماء متي يومنا نعم حدش متي يومنا وكذلك لازم مجمر انت التأني كلتا نجارات لسيجن نقبر ويكا كنقبرني بلنا تاع زي فلتا انا مزري كابتسب تحل فوتو خيني زيت فوتو تخانكا يتسوكي كيدكا يتواجه هايون من تاي ابكال الشقر كيناتو كمزي بحدا لنا حدا مجتمعنا حدا وانقوانا حدا نفالت كمزي خمزي خلاص متانا باي ما شاء الله مصطفى حوي ها كم زي أخذ قبل رأي كم خميع نحنا سيتمهرنا يعني نحنا بعدنا يفلتنا يعني أي تعلمنا يعني كميع أنت دا علم لنا أنا إن شاء الله أنت كقبرك أي كهبك أي فما شاء الله لكل الجهل إيش ضاء ودواؤه إيش علم. الجهل أنت أيو حمامي حمام فوسوق أنت أيو علمي. سلازي أبأسن أبسلأسن أين غيد مجمريا أنت نقبر مجمريا يعني نفسنا أنت نقبر صبر نمهرة بحراي كم زبل كوا نفولت أنت داخلنا قربوا تزاربوا تخيل أنت خانك خير كاتزاربوا إذا أخي مئة بنية إيش بنية العلم داون كنت قبر ذيك وني حاجة مجتمعاتنا شجر من سينا دلوا السيو كنت حاطون تحط كيتكا ويكا بحدا مسألة أنت دا كتزارارة من دا أخيتكا تنياناتك أهم شيء تنياناتك نمنتاي هل أنا فلت كبخاني لعلمو زي غير كهذا لها جيجا أنا نعاي تمثلني ويكا زدمهاركوا I can approve you نسرا جيجا ديو تنياها ويس كيتكا
إذا أجر كذا لخا سلزي فلتا انتدأ سنة خينا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انتدأ خينا أنا هنا بهوتي تجبره سلزي الإخلاص إخلاص هذا أهم شيء كمل سي هذا نجر مسنري نتأنى انتين نجبر خمس زبون كو انتدأ نفولت خينا نتسب كنا يا شيخ زي غير كامو كمي عيلنا نحطوتو إن شاء الله انتهي كبنايو ملسخ بنايو تملستين تدعى تقبل كايو بدليل انت دعى رديوكا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنا غير هذا اللي خزي كل سلز جبرة هذا لا يقبل ولكن تزب إذا حدث كيا سبك أني كم تسأل كيا زي جبرة ذل خو دليل زي ثابتيو جن أنا حفظ له you don't have to be all like دكتور زاكر نايك حفظ خلونا كلنا يعني لا ما مطلوب ولكن تتجبرة ذل خا انت كل وقت له أقل شيء تدليل كتفلت لك كتمت النسب كتخيل لك كنجبرن كلنا نمتين نجبر لنا كنفلت علنا سلازم مزنحاتو انت دا ملس لو وخبنايو ملس تدعى ديبلو ملس تدعى ديبلو سخ حاجن تاير ليكا مصوبات سنجلن قريفكا يتنعاخا عالم يوتيوب لو سب علم لو يوتيوب لو سب فلات يوتيوب لو سب كيدكا يا شيخ لقى الناس قلنا خلنا خمس سمعين خمس رئي انتاي يلقى مستحاتت انتاي علم تركب تخيلمو انتايو عم نريو نجارات انتاي نخون عين تشاقاق عين بأس محبة فقري غيرنا تي شجر زولو بمنتاي كن فتحون فتن بفقرن بعلم سلازي زربعات زي عينت زوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كمين نقبرو شيخ ابن عثيمين كافت حدا ناتو بزح وسيا زقبرا بزح زتمهار فائدة زلوا نجر انتا يقول الشيخ رحمه الله إذا عينت زي ثقة استفل عليه مزدمت أب عبادة حنسب أب حنت صلاة انتهي كتبل طبق اللهم ربنا ولك الحمد أب كاليت صلاة ربنا ولك الحمد أب سالسيت صلاة ربنا اللهم ربنا ولك الحمد أب أربعته استفل عليه كنقبر يمرت حنتي كم تياز عابنا الله كما كتخيد لا هذا لا يستحب نمنتاي زربعة الزمات يزول وارد تدا استفل عليه جزي ابتفل عليه وقتي استفل عليه ذكر زنتدا بصلاتي جيريو ثلاثه نغرات انتاي يخسب ويك اني تتقمناتو ثلاثه نغرات اللو حاده احياء سنه زربعة زي النبي عليه الصلاه والسلام جيرومو يوم يلنا مش سلازي ربنا ولك الحمد لله عبد ولا تسقاب موت انت داغيريان تن سلسته انت خويننا اللوا مويتن سلازي اتين تفلالي كجبرن كله انا الان ايش احيا سنه النبي صلى الله عليه وسلم سلازي حدا جيزي اللهم ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد حدا نابلك تقبروا قال اي تقمو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ازي زمت عنا كم منيو كم نبي عليه الصلاه والسلام كم يمصينا حدا جيزي ربنا لك الحمد يبلون يرم حدا جيزي اللهم ربنا لك الحمد يبلون يرم حدا جيزي خي اللهم ربنا ولك الحمد سلازي اربعه يزي سلازي غبرو سخاخ تفلالي جيزي كتغبرون كلخا انت يتغبر لخا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم سالسيتي تقم انت حضور القلب وهذا أهم أنا حجي كسجدن كلخو أبيا صلاتي لما عالت أنا أنت يا خبلي لي ربنا ولك الحمد يا خبلي لي حجي أنا ربنا ولك الحمد قبل كلخو تزبلو زلخو لبين تايلو حاضر له ربنا ولك الحمد قبل كلخو يمكن كم تاز عبخ هو داس الروتين لايف يعني را كل جزء دلاني ري حجي كنت تغير كلخا أما غريب كينا أب عشاء أنا تغير عند حريلك اتسنتاخون كلخا حاضر القلب إزي أب متنوع زخونة عبادات كمتسون كله إذا انتايو اتي فائدة اتباع كنقبرن كلنا اختلاف نبينو سنة زمتة حدا جزء كنتك أمولو انتايو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك
محافظة على السنة وحضور القلب. كيزين لنا نزيد شوية ولا أخلقكم؟ نزيد كم ساعة؟ نزيد؟ أيوه خلونا 10 دقائق. خير إن شاء الله. خلاص انت شو مدخنكم نقرر. نعم شاهي قالت له مصوب شو قبل يعني أبدي لقي جماعات يعني أبدي experiences نبرنا انتهي تعلمك لها أي تحتاج نتعلمك لها. لا النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسألونه وهو يخاطبهم إنه أي تزارب أي تبلع أي تستيذب بهالنجر إن شاء الله إلا نبشره نم انتهي دس ندابة لك هتعلم مور انتهي مور تستفيد. أيوة جزاك الله خير. نعم ايه جزاك الله خلاص. نعم قال المؤلف ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ولم يذكر رحمه الله ماذا يصنع بيده بعد الرفع من الركوع. هل يعيدهما على ما كانت عليه قبل الركوع فيدع يده اليمنى على ذراعه اليسرى أو يرسلهما؟ هذه مسألة مهمة اختلف فيها العلماء. نعم قاب ركوع ناب قيام مسمته قاب ركوع ناب قيام مسمتنا اتي إذنا أبينا نقبره. هل أب صدرنا تناب أف لبنا دينا نملسو ويس نقدفو كم نورمال سبت أتويل زلو نقدفو ويس أب صلاة قدمي ركوع زنبره إذنا أبي نيرو تقدمي ركوع زنبره إذنا أبي نيرو أب صدرنا اثنين نيرو. سلازي كاب ركوع ناب قيام كنملسن كلنا كاب ركوع ناب قيام كنملسن كلنا اتي إذنا أبي يخون أب صدرنا اثنين يخون ويس نقدفو كم زي نورمال تطوع بهلانا نقدفو. وهذا كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المسألة الأمر في ذلك واسع أيضا أمر في هذا واسع اختلف فيه العلماء. نعم كلاهما انتهيوا أبزي مسألة زي إذنا أبي نملسو كاب الركوع ناب قيام كنمتسن كلنا إذنا بوتو أبي خون. الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز ومشايخ يرون أن يعود يدان على إيش؟ على الصدر. ناوخ من الله سألوا يبلو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمروا الحديث. نعم كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هذه عام كان يؤمر أب سلاسي إيدو ما بيك خون أب أفلبهم. نعم أب صدرناتهم خونوا. نعم سلازي أون تاي خون الله كمل سالوا يبل شيخ ابن عثيمين رحمه الله.
شيخ ابن عثيمين كمل سالوا يبلو. ولكن شيخ الألباني رحمه الله خلاف على ذلك. شيخ الألباني لا كمل يبلون نورمال تطو كم يبلو تطو خبها لالو، لأنه ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم يلن، وكذلك زمت حديث صحيح يلن، حتى تابعين آثر يلون ولا تابعين يلون، إلا قول إمام أحمد رحمه الله. سقاب قول إمام أحمد يمتصاب زي مسألة بزوح تزاربه سبزوح يلن. إمام أحمد رحمه لهم انتاي لهم إمام أحمد يخير، انت دليو انتاي يقبر يملسو أفلبو تدلي انتاي يقدفو. سلازي بزوح أبزون خلاف أيلينانيو باسم أيلينانيو متسلام أيلينانيو سبات كابروكو ناب قيام ملسون كلو انتدعى أفلبوم إيدوم غيرمو إن شاء الله دليل اللوم دليلهم انتايو كان الناس يؤمروا أن يدعوا اليدان فيه محل الركوع خمس بولو نعم في صلاة ولم يقل نعم كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. إذا عامي يؤمروا يبهالو سلازنوبرو سلازي أبينايو سبيسفيك يلن سلازي تأيد كأني يبلو حد شرحنا ابن عثيمين انتهى يبلو تأيد أب قيام مخلقها أبين يريدك أب صدرنات كان يرو أب ركوع مسكتك أب ركبانات كان يرو أب بركهان يرو مستملسكا حجي أب سلاس قال أب زلخات أطيلكا تحكم ناي تأطو من بال ناي قيام ناي من يوسد لهم ناي رفع ناي قيام سلازخوني أب قيام كأ يؤمروا إيش أب صدرناتهم كقبرو يؤززوا نيرهم. ولكن مع ذلك خلاف قالوت مشايخ زبول وانتايو بل يتشدد شغل الألباني رحمه الله ودعه بدعة يبلو إذا أب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه شغل الألباني رحمه الله بعدما ذكر الأثر إزيس لزي اللي نعوخ تقبره بدعة يبل. ولكن معاركم دو كم زبالكو نعم هذا شيخ الألباني يعني إمام المحدث رحمه الله إذا قولنا توي، ولكن تي انتايو تسبك تقبر مزرعنا يو كم شيخ محمد صالح العثيمين يقولنا الباب واسع قالنا قب ركوعنا بقيام كنا تسنك لنا إذنا أبصدر متقبره ما فيها شيء انتاي إلا قول شيخ الألباني رحمه الله كم ذكرقوه أب صفة الصلاة ذكر أنه إيش يفر رحيو تقبره. ولكن كشيخ ابن عثيمين كشيخ عبد العزيز بن باز علماء النجد الذي نحترمهم وهو علماؤنا انتهي بلو اتسوكي كتقبرو انتهي أب صدرنات كتملسو ما فيها شيء يبلو مالتي. فإن شاء الله ثم حرف عطف يفيد ترتيب التراخي، ولم يبين المؤلف رحمه الله مقدار هذا التراخي، ولكنه قد دلت السنة من حديث البراء ابن عازب وغيره على أن هذا القيام أعني الاعتدال بعد الركوع يكون بمقدار الركوع تقريبا. فقد قال براء ابن عازب رضي الله عنه رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. براء بن عازب زبولنا اشتركونا النبي صلى الله عليه وسلم كم قيامنا تمساسلو نيرم. سلازي انتهي ننزارب دلنا تي جيزي امونغو ركوع قيام مالتو قيام مستمعنا ناب سجود كنكيت كلنا. سلازي جيزي نهبا اطمينا نقدر الله ميلو السماوات وميلو الارض وميلو ما شئت من شيء بعد حرت بالكنكا افضل بين خامس تهلو انواع حيو. وكذلك تي اطمينان انتدع قريفنا حدا
انتهى يخون صلاتنا باطل زخون له جزء له لأنه تركنا إيش ركن. الاطمئنان هو ركن بصلاة. اطمئنان تقبر اطمئنان مالت انتايو زكت بلا دايما هواه مالته. وعلى هذا فالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن أعني ما بين الركوع والسجود خلافا لمن كان يسرع فيه بل لمن كان لا يطمئن فيه كما نشاهده من بعض المصلين من حين أن يرفع من الركوع يسجد فالذي يفعل هذا أي لا يطمئن بعد الركوع فصلاته باطلة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. طوالي كاب ركوع ناب قيام متيو كاب قيام كاملي سنداغوي ناب سجود انتلاقيدو صلاة ناتو انتاي يفرحي باطل خون منتاي وركن يقدف له انتو ركن يقدف له. سلازي سمع الله لمن حمده بالنسبة لإمام اللهم ربنا ولك الحمد جزة لك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد كتبل. سلازي إذا عينت زي شجر سبات أب قيام بزح قفز تطو زي يقولوا مغنيات يبل شيخ ابن عثيمين رحمه الله القيام بعد الركوع في الركن الذي بين السجدتين أب بين سجدتين بزح سب انتهى يقبرن اطمئنان يقبرن قلتيفونا بخاليت السجود يقبر إذا كله زمات يبل شيخ أب نعم هذا جاء من بعد الأمراء بني أمية فإنهم كانوا لا يطيلون هذين الركنين أب أماموين جزي زي الركن زخلتيو أما بين قاب ركوع مستمل اسنان قيام وقاء أب سجدتين دولا جزي بزح اطمئنان يقبرون نيرهم سب انتهى جيرو جزء كابت الصلاة جيرو بو تقتلوهم حتى انتهى بتحيلو شيخ رحمه الله حتى هدينا فظن كثير من الناس أن ذلك هو السنة. اطمئنان زي مقبار أب قياما أم منتاي كاب ركوع مستمل اسنان عندنا أمونغو سجدتين اطمئنان زي مقبار من السنة غير وسيدوه نمنتاي بزح سب تقتلوهم. نعم فظن كثير من السنة من الناس أن ذلك هو السنة فماتت السنة حتى صار إظهارها من المنكر سبسي رسيع وسل زخنة سقى حجي كاب ركوع ناب قيام قرب جيزن تدا وسيدك ويكاني كاب أما بونغو سجدتين تدا جيزة غيرك حتى سب انتهي قبره كابي يمتلنا خمس قبلات أنحكو عن توي إظهاره إيش صار إيش منكر ولكن الأصل هو إيش أصل هو السنة أن يطمئن الإنسان في موطنين ألا هما إيش الرفع من الركوع وبين السجدتين. يرد عنا له إن شاء الله. نعم. حنتي قلت مسألة رينا إن شاء الله ما يلوم درسنا نودينا. ولكن ماذا يقول؟ يكرر الحمد إن كان يعرف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. قال وإن كان لا يعرف قرر الإنسان يستطيع أن يكرر الحمد مدة طويلة لأن هذا الركن ذكره حمد من أول ما يرفع الإنسان يقول سمع الله لمن حمده انتدى عليت فلتخن كاتي سمع الله لمن حمده ملء السماوات وملء الأرض إن شاء الله حمد انت تكرر ولا الحمد لله تبل ربي ولك الحمد وما أشبه ذلك من الكلمات كفى. نعم. ثم قال ساجدا هجي نامينا خنكيد ناب سجود إن شاء الله لما عالتي خيبز حنا سقاب نقدت لنا قال حطن لنا بزعما موضوع زي رينا إن شاء الله درسنا كنود أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا ويرزقنا الإخلاص والعمل به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرق من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. الله يكرمك.